المهندس أحمد الحمد أبو حسين يعطيك العافية. شفنا مشاركتك في هذه الانتخابات وكان مركزك ال11. رقمك 2666. كان بينك وبين المركز العاشر 42 صوت. أول شيء قبل كل شيء بسألك عن هذه النتيجة، كلمني. أول شيء طبعًا إحنا نبارك لأهل الكويت هذه المشاركة، اللي إحنا كنا نقول نتحدى نقدر أهل الكويت بدون إيمانهم بالديمقراطية. شفنا مع أن رغم أن الانتخابات جرت في شهر رمضان في العشر الأواخر، شفنا نسبة الحضور كانت الحمد لله عالية، تفوق الانتخابات اللي قبلها، وهذا شيء مؤشر إيجابي. هذا يدل على أن إيمان أهل الكويت واللي إحنا كنا نحث إلا المشاركة وإيمانهم بالديمقراطية، العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفق الدستور الكويتي. هذه طبعا مؤشر جدا إيجابي احنا نعتز ونفتخر فيه ونفتخر في أهل الكويت. طبعا أهل الكويت قالوا كلمتهم اليوم في قبل يوم 4/4 في الانتخابات، وخرجوا مخرجات المجلس. طبعا احنا دائما نقول أي مجلس يخرج في الانتخابات تختلف تتفق ويا الشخوص، لازم المجلس هذا يجب أن يحترم، لأنه يبقى بالأخير خيار أهل الكويت. أي أهل الكويت طبعا خياراتهم هم وفق المعطيات اللي يشوفونها، ولازم نحترم آرائهم ونحترم خياراتهم. هذه ديمقراطية، الرأي والرأي الآخر، ولا يمكن أن تكون ترضي الناس، ولكن يفوز بالكراسي طبعا هو العشر الأوائل في كل دائرة. ولكن مو معناته أن باقي المرشحين خسروا، لكن نجحوا في الأصوات اللي جابوها، بالأرقام اللي جابوها، بإطروحاتهم ويمكن آرائهم، يمكن الإطروحات يمكن يتبناها بعض النواب الإخوان اللي نبارك لهم من هذه الشاشة وهذه المنصة. نبارك لهم فوزهم وحصولهم على ثقة أهل الكويت 50 نائب. نبارك لهم إن شاء الله. نتمنى يكون المجلس القادم مجلس 2024 أمانة يترجم رغبة سمو الأمير في النطق السامي في جلسة القسم، وكذلك في جلسة كذلك في خطابه في شهر 10 أواخر 10 رمضان، يترجم رغبة سمو الأمير نحو الاستقرار وحسن الاختيار والبلد دفع عجل التنمية. نتمنى ولكن ما نرى أن هناك بعض التصريحات يمين ويسار قاعد نسمعها في الحملات الانتخابية وكذا للأسف، وكذلك بعد ظهور النتائج مؤشرات. نتمنى أن ما يعني أتمنى أن هناك عقلاء في المجلس 2024 بعض العقلاء إن شاء الله يسعون إلى تهدئة النفوس بحيث أن تستقر العملية، لأن مو من الصالح أن كثرة التأزيم السياسي والاستقرار السياسي ونرجع للمربع الأول في كل مرة. هذا ما هو مطلوب ولا نسعى له إن شاء الله كسياسيين. ايش رايك في مخرجات الانتخابات؟ أنا قلت لك مخرجات الانتخابات نحترم خيار أهل الكويت. طبعا شفنا يعني أهل الكويت اختاروا وقالوا كلمتهم في كل الدوائر، وشفنا نسبة التغيير. شفنا الناس اللي الله وفقهم، المرشحين اللي الله وفقهم. هذه خيارات الكويت هي اللي نحكم عليها من أدائهم. مخرجات نحكم لكن ندعوهم نحكم من أدائهم في المجلس القادم اللي هو مجلس 2024، وبعدين يبقى في الأخير أن الرأي الأخير الفيصل الأخير لأهل الكويت. يعني شفنا بعض الأطروحات اللي مثل ما قلت لك هي فيها التأزيمية، وهذا ما كانت مطلوبة. يعني يمكن نعم احنا الحكومة نراقب ونشرع معها، ولكن الصدام المباشر والتهديد والوعيد مو لغة، يعني ما هي اللغة السياسية المطلوبة، يعني ولا اللي يبيها أهل الكويت. يعني اعتقد مو معناته الصوت العالي والتهديد والوعيد هو الطريق الحق، يعني معناته، لكن احنا لغه العقل مطلوبه في هذه المرحله. لغه العقل مطلوبه، ولا ترى التهديد والوعيد جدا سهل. اي مرشح ممكن يهدد ويطلق شعارات، ولكن هل هي لغه العقل هي في صالح البلد؟ ما اعتقد انا صالح البلد. لكن في عقلاء ما اعتقد انا نتوسم في كل خير في المجلس النواب اللي الله وفقهم، ونبارك لهم مثل ما قلت لك، وان شاء الله نوصل لمرحله استقرار. سؤال اخير ابو حسين، كونك انت المركز ال11 وبينك وبين الاخير 42 صوت، وحق من حقوق اي ناخب انه يتقدم بطعن، هل راح تتقدم بطعن؟ اول شيء هذا مو حقي انا، حق قواعد الانتخابيه اللي وقفت وزعت وتحركت يا احمد الحمد، المؤمنه في احمد الحمد خلال مسيرته السياسيه، واللي ظلت قواعد الثابته والصلبه متماسكه. الكل يعرف احمد الحمد قواعد الصلبه متماسكه من طرح وراح في الساحه السياسيه. هذا محقي حق قواعد انتخابيه. ولكن الشق الاخر اللجوء للمحكمه الدستوريه والطعن، هذا شيء وارد، ولكن انت تطعن لازم تبحث. الفريق الفني عندي في غرفه الكنترول، عندي شغال يحلل الارقام، شغال يراقب اللجان واللجان الاصليه والفرعيه، ويشوف الارقام الموجوده من مناديبنا، وكذلك ما حصل من النتائج على النتائج. ولكن اذا طبعا لقينا ثغره بلا شك ان احنا راح نطعن، ما في روح تعال، هذا مو حقنا ولا بكيفنا، حق قواعدنا الانتخابيه
ان احنا نكون المحاربين نقاتل حقهم لاخر لحظه لان احنا نمثل صوتهم. فالمؤشرات لحد الان يعني احنا صار في تنسيق ويا المحامي وصار في حوار ويا المحامي، لكن الفريق الفني شغال حاليا لقراءة النتائج اللي في اللجان كلها في الدائره، في ما يخصنا في لنا احنا واللي منافسيننا في الدائره، اللي بناء عليه احنا راح اذا لقينا ثغرات 100% او في لبس عندنا 100% راح نلجا للمحكمه السوريه. وهذا مو اول مره، يمكن هذه ثالث مره احنا نلجا المحكمه السوريه. يمكن شفنا في مجلس 22 احنا لجأنا للمحكمه السوريه، ادى الى ابطال مجلس 22 ومجلس 23 لجأنا للمحكمه السوريه، ولكن المحكمه قالت كلمتها واحترمنا الكلام راي المحكمه السوريه. واليوم احنا كذلك اذا لجأنا للمحكمه السوريه طبعا راح نحترم راي المحكمه السوريه، ولكن هم كذلك يجب ان نكون احنا قدر المسؤوليه تجاه قواعدنا الانتخابيه.